انا شايف ان هواوي ترمي لنا السماعه في وشنا بجد، يعني ارمي لنا السماعه ما تبيعهاش، لان مفيش حد بيعمل اللي هو بتعمله ده بصراحه. يعني ده اسوأ تجربه انا جربتها. وزي ما الناس عارفه وشافت مراجعاتي، انا ما بتحيزش لصالح شركه ولا بهت على شركه. زي ما عملت مع اوب، قلت رايي بكل صراحه في موبايل ال 13 الجديد، وبقول رايي في كل السماعات سواء حلوه او وحشه، لان انا مش مستفيد حاجه من الشركات دي، او ما حدش بيبعت لي حاجه. فانا بالتالي بقول لك رايي بكل صراحه. طيب خلينا نتكلم انا ليه معترض وزعلان من السماعه دي. اولا افتح العلبه كده عشان نشوف محتويات العلبه، وانا هعرفك حاجه حاجه انا ليه عندي كذا كونسيرن على السماعه دي، ليه بقول لك خليهم يرموها في وشنا احسن. يعني ده محتويات العلبه حضرتك، دي المحتويات اهو، السماعه ودول كتالوج. مفيش كابل شحن، مش حاطط لي حتى كابل شحن. هنقول ماشي مش حاطط تبات جلد، لان طبعا السماعه بتيجي من غير تبات جلد، يعني ما عشان هي عظم، السماعه عظم، لكن من غير كابل شحن ماشي. ده اول كونسيرن، احفظ معاك عشان ده اول اعتراض عندي على السماعه دي. خلينا نقول بقى الحاجات الحلوه اللي فيها. لو بدانا بالشكل والتصميم، فانا عاجبني الشكل والتصميم. انا بحب التصميم الايه، الجلد ده تقريبا ما حدش عمله من فتره كبيره قوي، او ما حدش عمله تقريبا، ما شفتوش عند حد يعني من فتره كبيره قوي، ما نزلش التصميم ده، فعجبني تمام. لكن الحته المعدن اللي فوق دي شكلها حلو، ده بالنسبه للون الاسود. اللون البيج بتاعها شكله صعب، او انا ما حبيتوش، انا حبيت الاسود. فاللون ده بص حضرتك، مشكلتي في البتاعه دي ان هي بتبصم بسيط، لكن الى حد ما شكل العلبه بصراحه حلو. ثبات السماعه جوه العلبه ممتاز. قفل الغطا ما بيفتحش لوحده، ممتاز. ممتاز، ما بيفتحش لوحده. طيب شكل التصميم بتاع السماعه شيك جدا. بص عامل ازاي، بص الشكل والتصميم يا معلم، شكلها حلو قوي. السماعه شكلها شيك قوي في الودن. بس انا شخصيا مش برتاح في السماعات العظم، فبالنسبه لي زي الكي 20 كده بتاعت انكر، انا ما كنتش مرتاح فيها، لان انا ما بحبش سماعات العظم. بحب السماعه اللي فيها تبايه بلاستيك من هنا كده، تخش جوه الودن، تقفل نطاق الودن، فاحس بجوده صوت واحس ان الصوت مش طالع بره. لكن دي لو شغلت ميوزك، عشان الناس بتسال دايما على السؤال ده في الكومنت، لو شغلت مزيكا اللي قدامك هيسمع، اللي قدامك هيسمع تجربه الصوت بتاعتك. لو انت بتشغل مزيكا او بتتفرج على حاجه هيبقى سامعها. وده مش عيب في السماعه على قد ما هو ان السماعه ما فيهاش عظم، السماعه ما فيهاش تبات، يعني جايه عظم اللي هي دي كده من غير البلاستيكيه اللي هي بتخش جوه الودن. فبالتالي في ناس بترتاح في السماعه دي جدا، في ناس ما بتعرفش تستخدم السماعه التانية، بالعكس انا واحد من الناس ما بعرفش استخدم السماعات دي. فتجربه الصوت بتاعتها بتاعت الميوزك حلوه، مقبوله بتاعت البيز بتاعها مقبول، لكن الصوت بيطلع بره. طيب ايه تاني مضايقني من السماعه دي؟ عشان كده بقول لك خلي هواوي ترميها في وشنا. السماعه حلوه جدا، ما عنديش مشكله فيها، مشكلتي في تجربه الصوت. انا اولا ما بقولش رايي في تجربه الصوت نهائي. انا هوريك فيديو وانا كمان بعمل مكالمه من السماعه ولابس السماعه في الفيديو، وبوريها لك عشان اثبت لك جوده الصوت. انا ما بقولش رايي في اي جوده صوت لاي سماعه، بسيب لحضرتك وانت بتتفرج تخش تكتب لي في الكومنت تقول لي والله تجربه الصوت بتاعت السماعه دي ممتازه، وحشه 10%، 5%، انا جربتها ما جربتهاش، بسيب لك انت التجربه. طيب الجزء الخاص بالمكالمات بقى، انا هخليك دلوقتي تجرب معايا مكالمه وتحكم انت برايك، واكتب لي في الكومنت رايك، انا مش هقول رايي. تمام، يلا بينا حبيبي. اسلام. ايه يا حبيبي. لما انا دلوقتي بجرب السماعه الهواوي الاس اي 3، وعايز اخد رايك فيها. انا واقف في شارع اهو دوشه حواليها عربيات، عايز اعرف رايك في المايك. المايك بالنسبه لي كده، يعني انا سامع صوت العربيات اللي جنبك، سامع كل حاجه تقريبا. سامع الدوشه اللي حواليا يعني. سامع الدوشه اللي حواليك والزمامير وكله. طيب وصوتي وصل لك كويس؟ صوتك واصل لي كويس، مفيش مشكله. تمام، يعني تديها كام كده في المكالمات؟ المايك بالنسبه لي انا 5. المايك 5؟ لان انا ماشي. سامع كل حاجه حواليك. طيب ماشي، شكرين يا فندم. سلام. ماشي، مع السلامه. بعد ما شفت تجربه الصوت، انا قلت لك انا ليه متضايق من حاجات كتير، منها مثلا ان في دوشه، والشارع زي ما انت شايف في الفيديو كده ما فيهوش حد. ده هو في النهار في رمضان في بتاع حوالي 3 عربيات عدوا بس، واللي حواليا سامع دوشه، فانا دافع 2000 ونص عشان اخد سماعه هواوي. انا تقييمي الشخصي تفاصيل السماعه ليه مش عجباني، علشان خاطر ما فيهاش اي ان سي. سماعه في السعر ده فيها مفروض اي ان سي، اكتيف نويز كانسلنج، ده في كل السماعات. فازاي سماعه في الحته دي ما فيهاش اكتيف نويز كانسلنج، ما فيهاش اير ديدكشن؟ يعني انا النهارده لابس السماعه اجي اقلعها ما بتوقفش. طيب هتقولي طب انت، انا دايما متعود اخش اقول ايه مزايا السماعه، او اقول ايه الحاجات اللي فيها، لكن ما بدورش على الحاجات اللي مش فيها واقولها. يعني ممكن اقول لك مثلا ما فيهاش 6 مايك، هتقول لي ما هو طبيعي ما فيهاش 6 مايك، دي سماعه ب 2000 جنيه ولا 2000 ونص. فهقول لك انا ليه بعترض على ده، او ليه ذكرت نقطه الاير ديدكشن وذكرت الاي ان سي ان هم مش موجودين. لان سماعات في نفس الفئه السعريه فيهم نفس الموضوع ده، سماعات اقل وبراندات نون براند
شفت الديفيا لما كنا عاملين مراجعه على الديفيا، فيها اير ديدكشن، فيها اي ان سي واي ان سي، سماعه ب 2000 جنيه. طب ما انت ب 2000 ونص اغلى عشان انت هواوي. طب اعملوا بقى الكلام ده، حط لي كابل شحن، اعمل اي حاجه. لا هو مفيش اير ديدكشن، مفيش اي ان سي، ما فيهاش كابل للشحن. فانا شايف دي حاجات تؤخذ عليها، ده اللي مزعلني منها يعني. طيب ايه اقوى حاجه في السماعه بعيدا عن التصميم؟ البطاريه. البطاريه بتاعت السماعه حتى هم مبروزينها على العلبه كده 42 ساعه باستخدام الكيس، لكن لو استخدمت السماعه لوحدها تقعد معاك 9 ساعات. لو اتكلمنا عن البطاريه فانت ممكن تستخدم الفاست تشارجنج، يعني انت لو ما لحقتش تشحن السماعه عايز تنزل حطها على الشاحن 10 دقايق تديك 3 ساعات استخدام، يا بلاش. من الحاجات اللي عظيمه في السماعه ان هي بتيجي بلوتوث 5.4، فده حلو جدا بالنسبه لسماعه في الرينج ده، لان كل السماعات بتتراوح ما بين 5.2 5.3 دي 5.4. وكمان بتيجي مضاده للميه والتعرق ورذاذ الميه IP54، وده اللي تتميز بيه هذه السماعه الصغيره. السماعه بتيجي تاتش كنترول، يعني انت لابس السماعه كده تقدر تتحكم في التاتش من خلال الابلكيشن اللي ما بيعملش اي حاجه. ابلكيشن ما فيهوش اي حاجه غير 3 حاجات، بيوريك البطاريه في السماعات وفي الكيس فاضل فيها قد ايه نسبه البطاريه، بيوريك البيز زي ما انت شايف كده، البيز ممكن تخليها بيز روك ده بالنسبه للساوند، واخر حاجه تقدر تتحكم في التاتش من خلال الابلكيشن. يعني عايز اخلي كليك واحده دي ترد على المكالمه، 2 كليك او ضغطتين كده تكنسل المكالمه، دوسه طويله تشغل مزيكا، دوسه طويله توقف المزيكا. ده كله ممكن انت تغيره من خلال الابلكيشن. ده دور الابلكيشن. فانا كده شرحت لك شرح سريع ومختصر للسماعه الاس اي 3 من هواوي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف كل جديد. باي باي.